خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية جميع المواليع داخل خارج ارض الوطن، تحية جميع المتابعين ديالنا، وتنشكركم بزاف على التتبع ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في القناة ديالنا جزاكم الله بالحمام. اليوم اخوتي جيناكم في فيديو جديد او موضوع جديد ان شاء الله. وكما تلاحظوا معنا اخوتي الحميمه شي حاجه في الشجنه، شي حاجه على برا كما تلاحظوا معنا. بالنسبه للموضوع ديال الفيديو ديال اليوم، مع شحال هذا اخوتي ما ولعتكم معنا في الحميمات، قلنا علاش لا ما نعطيوش الماكله هنا للحمام. وكذلك اخوتي غنولعوكم في واحد الانثى ديال الحمام. سبحان الله اخوتي تنطلع هاد الايامات اللي تنطلع عندها وتنلعب معاها ونطوب معاها الخوت. كيوان شنو وقع لي مع هاد الانثى الحمام؟ جات اخوتي ولدت هنايا، هذيك الكحله اللي تتولد هنا ديما ولدات، ولكن هاد المره فاش ولدات شنو درت واحد التجربه وحطيت لها اخوتي جوج بيضات ديال الدجاج وحيدت لها جوج بيضات ديالها. فاش درت لها اخوتي داك البيض ديال الدجاج ولات تدير شي حركات عمرها اخوتي داتهم، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معاكم ونتولعوا جميع. بعدا قبل ما نبارطاجيها معاكم نجيبوا الماكله ونرميوها شويه اخوتي هنايا الحميمات ونتولعوا فيهم، عاد نمشيو نتولعوا فيها هي. خوتي ها نتوما احنا فين جبنا لهم الماكله، نحاولوا اخوتي نرميو لهم شويه الماكله ونشوفوا واش يجيو لهنا ولا لا. ها انتما اخوتي القطيع. بالنسبه للخوت لهاد الحميمات راني غنقص منهم بزايد، غنخليها لخوتي الحميمات اللي غنتولع فيهم، حيت الخوت فاش ضربت حسابي انا باغي اخوتي ان شاء الله ندير مشروع ديال الدجاج. راه الدجاجات من عندي لداخل الخوت، وقلت الخوت هاد البيض ديال الحمام اللي هنايا نستغلو ندير فيه الدجاج. والحميمات اخوتي نقسمهم على جوج، نص غيكون ديال الزينه الفوق، ونص اخوتي ديال اللي نبقى نطلقو اخوتي ونبقى ندريسيه غيكون هنا لتحت. ولكن كما تلاحظوا معنا هاد الولدات التاليين كانوا اخوتي تخلطوا لي، ولدوا لي اخوتي العنبر تخاوالي مع البلايك وولدوا بزاف، بحال دابا مثلا شي وحدين. هاد اخوتي اللي عنده راسو فيه البيوضيه، هاد الفريق هذا مخلط نحيدو. هذاك واحد اخر عاوتاني هو فيه الكحوليه اللي تيبان لكم فيه الكحوليه بزاف، كله اخوتي مخلط. مجموعه ديال الزغاليل اخوتي هنا مخلطين، قلت نحيدهم عليا. الحمام عاوتاني عندي اللي في الرادي حتى هو نحيدو عليا. غنخلي اخوتي غير الحمام اللي مخاوي هو اللي غنخليه ونبدا مع الخدمه نبداو جديد، حيت صافي دابا هنايا عندي عاوتاني شي فريخات، ولكن حتى هما راني نبيعهم موصيني عليهم الاصدقاء غنبيعهم لهم. غنخلي الفرخ اللي كبارين بحال دابا مثلا داك الجوجه اللي كبيره هكا، داك الذكر الصفر هو نتوتو. غنخلي شي حاجه بعدا اول حاجه نحيد عليا الفراخ المخلطين، داك الفراخ المخلطين الخوت غنذبحهم للمالين الدار. الفراخ اللي مزيانين وديال والديهم بلايك بجوجهم حارين هادو كنخليهم نبيعهم للناس اللي موصيني عليهم غنبيعهم لهم. كذلك الخوت اللي بقى نطلعوا الرافينه داك الشجينه هذيك، بحيث دابا الحمام سواء لا الحمام لا الدجاج راه عليه يوقف من الولاده. علاش؟ يمحدو اخوتي يدخل شهر 15 6 وتبدا الحراره اخوتي تسخن، الحمام تيدخل في البداله تيبدل الريش ديالو وتيبدا وخصو عاوتاني يوقف يرتاح من البيض باش يبدل الريش ديالو. دابا حاليا يقدر يبيضوا هاد الشهر ديال 4 ويبيضوا الشهر الجاي وصافي يحبسوا. دابا انا عندي مجموعه الحمام، قلت انا الخوت نذبح اللي نذبح ونبيع اللي نبيع. وداك التصفيه اللي صفيت مثلا هاد الفراخ اللي مخلطين الخوت نذبحهم. الفراخ اللي مزيانين ديال البلايك حورين نبيعهم. غيبقى لي البلايك كبار نبيع اخوتي اللي في الرادي نبيعو كله. غيبقى لي الزوجات المخاوين انا عاوط على حساب الكوربات ديالي، غنشوف شحال عندي الكوربات بحيث ما نديرش الكوربات هنا في الارض، غنديرهم نحاول نعلقهم ونعاوط باب جديده سما نعاوطها بسبوتنيكا بكل شيء. عاوتاني داك الشجينه الفوقانيه نعاوطها مزيان الباش باش تما يدى الحمام الزينه الفوق والحمام ديال السباق لتحت. داك الساعه فاش يتصفاو الحمام نحيد لي في الرادي ويبقاو لي مزاوجين، داك الساعه نبقى نهزهم ونطلقهم ندير بهم نطلق. داك الساعه الحمام اللي رجع راه تبارك الله، اللي ما رجعش ما عندي ما ندير بها الخوت. ها انتوما خوتي
دابا حاليا شنو غنديرو؟ غنحاولوا نمشيو ونشوفوا اخوتي داك الانثى ونتولعوا فيها شويه وتشوفوا على ديكور فيها وعلى حركات ولا تسدير دهب. خوتي هاد المره شوف فين جات ولدات. كانت اخوتي والده هنايا، دابا ها فين جات ولدات. ها انتم لاحظوا معانا، شوفوا اخوتي ها يدي فين هي. ها انتم زيد ماشي ماشي. شوف شوف بالنسبه للبيض ها انتم كما قلت لكم راه حط لها دابا 2 بيضات ديال الدجاج. ها انتم شنو يا شنو. ها انتم ها صافي. ها انت سيري تلعبي. ها انت هادي اخوتي راني شريتها من السوق وسبحان الله اخوتي وصات لي. شو دابا ها انتم سيري. ها انتم انا نمشي زعما نهز لها البيض ديالها. ها انتم ما شاء الله. زيد ماشي زيد. سيري ها انتم اللهم بارك. غنشوفوها دابا شنو غدير. ها انتم هي ماشيه. ماشي ها شوف شتو الخوت مع راسها مكوانين. سير هادي تا هي عاوتاني الذكر ديالها مختلف عليها تماما. الذكر ديالها ما عندوش الحنيه بحالها. هي اخوتي راه حنينه على ولادها وكذلك على بيضها. دابا اخوتي راني حاط لها 2 بيضات ديال الدجاج حيت الخوت دابا هي الخوت. نتمنى اخوتي تبان لكم كما تلاحظوا معنا. دابا عندي واحد الدجيجه هنايا قاطه حاط لها اخوتي هنا تقريبا شي 13 بيضه اللي عندها ولا 14. والنهار اللي حطيت لها البيض هذه ولدات. قلت علاش لا ما نعطيها نص الفرصه ونشوف هذه الخوت نحط لها هي البيض ديال الدجاج. ها انتم هاي تشوفني جيت صافي. هاي سيري. ها سيري بحالك. قلت علاش لا ما نعطيهمش الفرصه نحد هذه اخوتي بحرير فقصات لي هذه. حطيت هذيك 2 بيضات في الظل وها هي عاوتاني الثانيه فين قاق. هذه حط لها الخوت البيض ديال بيبي وبيض ديال الدجاج مخلط لها. ها انتم اخوتي. اما بالنسبه للدنيا شوف تبارك الله الخوت قداش كيفاش ولات عندنا هنايا. ما شاء الله صافي الخوت. ولا الدنيا غزاله هنايا. مشيت ضرب سبيكات الصباح ولا داكشي ناضي الخوت اللي يافش. ها انتوما نخليهم دابا يجيو يهبطوا. بحال دابا هاد الكيا الخوت هو عندي تبارك الله مستوى مزيان لا في الطياره لا في كل شيء. هذا نخليه. عاوتاني عندي شي جوجات عاوتاني تبارك الله مخاوين تا هما نخليهم. عندي بزايد الخوت اللي ناضيين. هذا تخاولي مع هاد الانثى. ها انتم اخوتي اللهم بارك. ها هما تياكلوا. حتى الماء اخوتها تسالى لهم. خصنا عاد نعمر لهم الماء. البارح الخوت راني شطبت لهم هاد السطاح. هاد الشيء هذا جمعته هنايا. خصني تنشوف له بليصه
ان شاء الله على ما نخوي داك البيت مزيان ونبقى هادشي نجمعو تما. حيت هادو اخوتي تندير فيه الخضروات الدجاج. دابا السطح الخوت غنحاول نصغر لهاد المساحه كلها اخوتي كمسرح، والبيوت يبقاو لهم فين يبقاو يولدوا. وانا اخوتي غيكون سالا الفيديو ديالنا. نتمنى اخوتي يكون عجبكم الفيديو وتولعتوا معنا شويه، ونتمنى اخوتي تعطيونا رايكم في التعاليق على الحميمات كيجاوكم، وكذلك الخوت على شنو سميتو على هذاك النسيوه كي جاتكم الخوت. ما تنساوش الخوت في هاد العواشر المباركه تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم باش تاخذوا نتوما لا حنا شويه الحسنات. اللهم صل عليك رسول الله. واخر حاجه نقولها هي تحيه الاسلام اللي هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتشافوا في فيديو قادم وموضوع قادم.